هل عمرك حسيت إن فكرة الموت مسيطرة عليك لدرجة إنها بتوقف حياتك؟ كل يوم بتصحى خايف، كل عرض بسيط في جسمك تفسره إنه إشارة لنهاية قريبة؟ ده اسمه وسواس الموت، وهو نوع من القلق المرضي اللي بيخلي التفكير في الموت مش مجرد فكرة طبيعية، لكنه هاجس مستمر. إيه هو وسواس الموت؟ طبيعي إن أي إنسان يفكر في الموت لأنه حقيقة من حقائق الحياة، لكن لما التفكير يتحول لهوس يسبب خوف شديد، يمنعك من الاستمتاع بيومك ويخليك تعيش في قلق مستمر. ده بيبقى وسواس الموت. طيب، إيه هي أعراضه؟ 1. خوف مبالغ فيه من الموت. 2. قلق مستمر من أمراض أو أعراض بسيطة. 3. تجنب مواقف أو أماكن مرتبطة بالموت زي المستشفيات أو الجنازات. 4. أفكار متكررة لا يمكن السيطرة عليها. طيب، إزاي نقدر نعالجه ونتعامل معاه بطريقة عملية؟ العلاج اللي هنتكلم عنه اسمه العلاج المعرفي السلوكي، وده من أنجح وأقوى الطرق اللي بتساعد المريض يتخلص من الوسواس خطوة بخطوة. أولاً، العلاج المعرفي يعني إعادة تنظيم الأفكار. الهدف هنا إننا نفهم إن الفكرة مش دايماً حقيقة. الوسواس بيجيب لك فكرة مخيفة زي أنا هموت قريب، أو الألم ده معناه مرض خطير. دورنا إننا نقف ونسأل، إيه الدليل الحقيقي على الفكرة دي؟ هل حصل قبل كده إن الفكرة جت واتضح إنها غلط؟ هل كل الناس اللي بتحس بنفس الأعراض بيموتوا فوراً؟ لما تعمل كده هتبدأ تحط الفكرة في حجمها الطبيعي وما تديهاش أكبر من قيمتها. ثانياً، العلاج السلوكي يعني التعرض ومنع الاستجابة. المشكلة إن المريض بيبدأ يتجنب كل حاجة مرتبطة بالموت، ما يروحش مستشفى، ما يحضرش جنازة، يتجنب يسمع أخبار عن أمراض أو وفاة، لكن التجنب بيزود الخوف أكتر. طيب، إيه الحل؟ الحل هو التعرض التدريجي. تبدأ بخطوات صغيرة زي إنك تقرأ مقال قصير عن موضوع الموت، بعد كده تحضر جنازة بسيطة أو تزور حد مريض. مع التكرار المخ هيتعلم إن مستوى القلق بينزل مع الوقت، وإن الموقف مش خطر زي ما الوسواس بيقول. هقولك على تدريبات تعملها هتساعد في العلاج. 1. تمارين الاسترخاء. تنفس عميق، خد شهيق 4 ثواني، احبس النفس ثانيتين، زفير 6 ثواني. كرر 5 مرات وقت ما يجي القلق. 2. كتابة الأفكار. كل ما تيجي فكرة عن الموت اكتبها في ورقة، راجعها آخر اليوم وهتشوف قد إيه الفكرة كانت مجرد وسواس مش حقيقة. 3. تقليل البحث المفرط. كتير من اللي عندهم وسواس الموت بيقضوا وقت يدوروا في جوجل عن أعراض وأمراض. لازم توقف العادة دي تدريجياً لأنها بتغذي الوسواس. العلاج المعرفي السلوكي مش مجرد كلام نظري، هو خطوات عملية لو اتبعتها هتلاحظ فرق كبير في حياتك. وسواس الموت مش حكم مؤبد، لكنه حالة نفسية قابلة للعلاج. في الحلقة الجاية هنتكلم بشكل أوضح عن خطوات عملية تقدروا تطبقوها في حياتكم اليومية للتعامل مع وسواس الموت بفاعلية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.